ونستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي إخواني محافظي حزب جبهة التحرير الوطني وكوادر جبهة التحرير الوطني في الغرفتين ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني في حكومة جبهة التحرير الوطني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غبت كأمين عام شهرا وسأتكلم جهرا. حزب جبهة التحرير الوطني الذي راهن على مجاهد يعرفه الصغير والكبير، يعرفه الأمي والمثقف، يعرفه المسؤول الصغير والكبير، تعرفه المحافل الدولية من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن إلى لجانها الدائمة، يعرفه من يعرف التاريخ، يعرفه من يعرف الثورة هذه المظفرة ويعرف مساحات البلاد طولا وعرضا بما فيها أقصى الجنوب. راهن الحزب على رئيس لهذه الجمهورية الفتية التي لم يمضي من عمرها إلا 50 سنة، راهن على الشعب الذي استجاب لنداء جبهة التحرير الوطني، وزكى رئيس الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، فتحية لهذا الشعب. راهن حزب جبهة التحرير على الرئيس لأنه جاء كالحمامة البيضاء من بعيد، وهو الأقرب إلى هذا الشعب، وأعني بالحمامة البيضاء جاء برسالة السلم والمصالحة. هذه الحمامة البيضاء التي نزلت على قلوب الجزائريين بردا وسلاما، أطفأت النار المشتعلة في قرانا ومداشرنا ومؤسساتنا، نشر السلم في أرض كانت فيها داحس والغبرة، القاتل والمقتول، الدم يسيل وديان، وفيه من يريد أن يتناسى، لا أقول ينسى، أن يتناسى ويريد أن يبث رسالة النسيان في قلوب الجزائريين. فتحية لرئيسنا رئيس السلم والمصالحة. أقول للتلاميذ في المدارس: السلم هو الذي أرجعكم للكراسي.
أقول للمعلمين والأساتذة: السلم هو الذي أرجعكم بمناصب عملكم. أقول للعمال في المؤسسات أن سلم بوتفليقة هو الذي قادر التي كانت تخاف الخروج في الليل وفي النهار. السلم هو الذي أرجع لكم الهيبة، فكانت قراراتكم تحترم وتطاع. أقول أيضا لمن ربح بعض الدريهمات إن بوتفليقة هو الذي دفع بالدريهمات في مؤسساتكم بعد مجيئه. أقول لبعض من يريد أن يظهر للشعب الجزائري أن بلادنا بلا خير، قالوا أن كل شيء في البلاد مش مليح. نمشوا للقرى ونسألوا المواطن، تكلموا في الفنادق. نمشوا للمدارس ونسألوا التلاميذ. نمشوا للجبال الشاهقة دار نشيدها مفتي زكريا، كيف كان الناس وكيف أصبحوا. ونخرج من الجزائر ونمشي للجيران وحدة بوحدة، ندوروا العالم متاعنا اللي يسموه العالم العربي بلدة ببلدة، ونمشوا حتى لأوروبا اللي تتغنوا بها. ونحطوا بلادنا والبلدان في الميزان. ساكت عن الحق شيطان أخرس. الأمن والسلم، سلم بوتفليقة وأمن بوتفليقة هو اللي الحمد لله خلى الصحفي اليوم في عشرات إن لم أقل مئات العدسات والميكروات والأقلام والمواقع الإلكترونية يتكلم بحرية. لولا الأمن ما كان شيئا ليكون، ولولا بوتفليقة ما رجع الأمن لهذه البلد. أعود للحزب فأقول: من يراهن عن فشل جبهة التحرير فقد أخطأ. من يراهن عن إدخال جبهة التحرير للمتحف سيدخل هو المتحف. أعود لبعض من يتقمص أو يريد أن يتكلم باسم الفئات. هناك 19 وهناك 14 وهناك 12، كلهم واحد، لكن ليس الله هو من ادعى الإلهية. هو الكاتب، هو الناشر، وهو وراء كل هذه الأشياء. يقول لجماعة ال14 اللي راهم 14 صح، مجموعتكم وفي وسطكم من طالب
في 88 بيدخل جبهة للمتحف، ودار الانقلاب على جبهة التحرير في 88. واليوم نحن في ذكرى اكتوبر 88. طالبت في عهد الشاذلي بإدخال جبهة التحرير للمتحف وما قدرتوش. طالبت في عهد بوذيا، طالبت في عهد كافي، طالبت في عهد زروال، واليوم طالبوا في مجاهد أنه يدخل لكم جبهة التحرير للمتحف. هذا من يتقمصوا أو يحبوا يتكلموا باسم المجاهدين. مع احترامي للمجاهدين أقول مناضلين الجبهة ومجاهدين الجبهة هم أحق بالتحدث عن جبهة التحرير. وإذا راكم محامين تدافعوا على صاحبكم خلصوا له محامين. قلت لكم نقول الحقيقة اليوم. وراء هذا العمل ستفيق، واللي ما حبش يفيق هو المهماز وهو المنخاز وهو الحراز وهو أيضا اللي وراء يكتب في الرسالة ويبعثها باسم المجاهدين. هو وش يمثل؟ لازم نقول الحقيقة اليوم. يمثل راس حربة لضباط فرنسا. اسمعوا مليح. إذا نقول باللي ضباط فرنسا طاح سقطوا اللي راهن تعليم فرنسا، واللي جاوا في التسعينات انقلبوا على جبهة التحرير، واللي داروا سياساتهم دارت الفتنة وجوعوا الناس، دخلوا الإطارات للسجون، كسروا المؤسسات، خوفوا الناس، طاحوا هؤلاء ورم يبكوا عليهم من وراء البحر. طاحوا. ما كانش غير ضباط فرنسا، كاين ضباط فرنسا، كاين مجاهدي فرنسا، كاين مناضلين فرنسا في جبهة التحرير، وكاين مثقفي فرنسا إطاراتها. ضباط فرنسا هم اللي سيروا المراحل الانتقالية، هم اللي داروا هذه الاشياء اللي يرجع فيها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. واش بقى لضباط فرنسا؟ الرئاسة غلقت، على راسها مجاهد معاش اللعب. الجيش على راسه مجاهد يعرف الناس هذا. صالح الأمن أصبحت في باتريوت يعرفهم واحد واحد. جبهة التحرير تغلقت، ما عادوا يقدروا يديروا بها انتخابات، ما عادوا يقدروا يرشحوا بها ناس، ما عادوا يقدروا يزوروا بها الصناديق، ما عادوا يقدروا يديروا فيها شيء. واش بقى لهم؟
واش بقى الحراز؟ قالوا النقاز. يبان فعلا. شوفوا راكم منين جا النقاز؟ تعرفوش النقاز قبل ما جاء للرئاسة؟ يعرفش فيكم واحد يقدر يقول لي نعرفه؟ كانش واحد ترشح بالرئاسة جاي من وراء البحر، جابوه باش يشوشوا به على الرئيس. وشفتوا كيفاش ترشح، كيفاش دار المهزلة، سرقوا له كوارطو، وكيفاش من جابوا الحراز. وشوفوا كيفاش لما حركت غرداية حركها الحراز راح سي النقاز، لما تحركت ورقلة حركها سي الخراز راح سي النقاز، لما تحركت قرد راح، لما تحركت عين صالح راح. من هو اللي يرسل فيه؟ واليوم وش بها ما كاين حد شي لا في غرداية ولا في ها وراه وش بها حبست. من هو اللي يحرك فيها؟ تبقى هذه حقائق. إذا الناس ما يقدروش يقولوها، قيادة جبهة التحرير تقولها، ولها الشجاعة أن تقول ذلك، ولها الشجاعة أن تقول ذلك. وبعدين عاد لقاعدته سالما، رجع في باريس المرسل منها. باريس اللي فيها حالة الطوارئ تروازيام ديجري كما يقولوا، ينقز فيها النقاز على ديار الناس. اسمعوا، لولا التواطؤ، وأقول من هنا ليس باسم الدولة الجزائرية ولا باسم مؤسساتها، أقول باسم الحزب كمناضل. ضباط فرنسا راحوا والنقاز ما يجيب والو. فرنسا إذا تحب تتعامل مع الجزائر تتعامل معها من خلال المؤسسات، ما بقى لا إكس لا يجريك، من خلال المؤسسات. وهنا تحتم علي نقول كيفاش في هذا الوقت خرجوا في جماجم الجزائريين، وفي هذا الوقت تحثوا على الحركة، وفي هذا الوقت يبينون بعضلاتهم، وفي هذا الوقت يديروا اجتماع على ليبيا اللي في حدودنا وما نحضروش، وفي هذا الوقت اللي احنا في حاجة إلى مساعدة وتكاتف نلاقي هذه الإهانات الجديدة من دولة تقول أنها صديقة. تكلموا على الملاهي وهم عندهم الجماجم 36 جمجمة لأشرف الرجال في الجزائر، قطعوا لهم روسهم وحاطينهم في المتاحف، وسموا المتحف متحف الإنسان ومتحف الحيوان مش الإنسان، حاطين فيه الإنسان، يثبتوا في جرائمهم ويوثقوا فيها بالأرقام. 18,000 جزائري الجماجم نتاعهم في متحف. تكلموا على حقوق الإنسان وعلى الديمقراطية، والبعض مازال يمن
اللي هاو الناس هذا اللي استعمرونا 130 سنة هم راح يجيبوا لنا الديمقراطية، هم راح يجيبوا لنا ثقافة. وقلت ان هؤلاء غرسوا في وسطنا هملاء. كلمت على ضباط فرنسا، اليوم نكلمكم على مناضلين فرنسا في جبهة التحرير، على راسهم ابن الخادم هذا. روحوا انتم كصحافة، روحوا للقرية نتاعو، شوفوا عائلته وين كانت، انت مع الثورة ولا ضد الثورة. روحوا اذهبوا ارجعوا لي جيبوا الخبر. سيب الخادم راح مع ضباط فرنسا، حب يلعب في جبهة التحرير، استعمل الزندقة في الإسلام، استعمل الشكارة في النضال، يستعمل الآن في دروشة. قال لك جاه إعاز من الرئاسة، يقول للناس جاني إعاز. يفكرني في واحد ادعى النبوة يسموه النبي مسعود في تقرد. فعلا موجود أول السبعينات، واحد ادعى النبوة في تقرد قال أنا نبي، سموه النبي مسعود. جاني الإذن. إذا النبي مسعود مشاولوا المصالح، عطاو طريحة مليحة حتى داخل. من بعد قالوا له وش تقول راك نبي؟ قال لهم هذا الكل تخفيف على أمتي. حتى سيب الخادم جاه إعاز. وإذا تشوفوا باللي منه اللي معاه سيب الخادم في ورقلة تعرفوا، منه اللي معاه في بسكرة تعرفوا، ومنه اللي معاه في الشلف تعرفوا، ومنه اللي معاه في غليزان تعرفوا، ومنه اللي معاه في باريكة تعرفوا. روحوا شوفوا. هذم مناضلين فرنسا في جبهة التحرير اللي احنا نعرفوا بعضنا بعض. تكلمنا على لما قلت انا باللي رايحين يجيبوا داعش في حدودنا في ليبيا، الكثير كان يضحك، وما كانتش داعش في ذاك الوقت. اليوم الطائرات الامريكية بومباردي في سرت اللي فيها داعش، والجماعة او الدول التي جابت داعش وضربت ليبيا وهدمتها هي اليوم اللي حابة تدير السلم في ليبيا. شفتوا المخابر هذيك اللي تصنع الفيروس تاع الحمى القلاعية، تاع H1N1، تاع السيدا، تاع الزيكا، وبعدين يصنعوا هما الدواء. هذا هم الدول اللي داروا المشاكل في العالم العربي تحت غطاء الديمقراطية. اليوم يجتمعوا بدون حضور الجزائر. احنا وش يهمنا؟ قلنا نديروا جدار وطني يحمي حدودنا، وهذا الجدار الوطني جبهة التحرير كانت صادقة حين اقترحته
لأنه وش رايحين يديروا؟ رايحين يبومبارديروا على جماعة نتاع داعش ويهربوهم من ليبيا، يدخلوهم لتونس كمنطقة رخوة، وبعدين يديروا لنا احنا مشاكل ولجيراننا مشاكل. هذه المهمة، رأي لا سلام ولا شيء، كذب في كذب. قلنا على أن الربيع العربي هو مش غير خريف، هو صواعق عربية. ونظن باللي الدول اللي جاتها هذا الربيع هي اللي تقدر اليوم تقول هذا ربيع ولا خريف. اسألوا السوريين يقولوا لكم، اسألوا الليبيين، اسألوا العراقيين، اسألوهم هذا ربيع ولا خريف. إذن بعض الدول للأسف ما قرأتش الدرس، ونظن اليوم كلهم قرأوا الدرس. إيران اللي ضربها الحصار قرأت الدرس وعرفت وشو الربيع. مصر اللي ضربتها لمشاكل قرأت الدرس وعارفة وشو الربيع. وتركيا اللي صفقوها بانقلاب تعرف الدرس اليوم، من هو اللي دار لها الانقلاب. والسعودية اللي الآن داروا لها قرار في الكونغرس كما داروه اللوكيربي تعرف الدرس. وهذا هم الدول الكبرى بما فيهم الجزائر، نظن كلهم راهم قراوا الدرس وعرفوا ما معنى الربيع. ونظن احنا باسم جبهة التحرير الوطني نقول باللي على هذه الدول كلها الإسلامية والعربية أن تبتعد عن الحروب، وأن تطفي نار الفتنة مثل ما أطفأها بوتفليقة في الجزائر، لأنهم كلهم مستهدفين، كلهم مستهدفين. السعودية حابين يقسموها على 3 ويديروا مكة كالفاتيكان، صلي وارفع صباطك. العراق كانوا يحبوا يقسموه على 3، شيعي وسني وكردي. سوريا على 3، شيعي وسني وكردي. وربي جاب الانقلاب في تركيا فسقطت الدولة الكردية التي ستخرج من جسد الأمة العربية. إذن اليوم ما قالته جبهة التحرير هو الصحيح، وكلهم إخواننا. كاين 700 ولا 800 مليار دولار عند السعودية في أمريكا، داروا لها فتوى يحبوا ياخذوها. يبقى احنا متضامنين مع السعودية. وإذا يديروا هذا القرار يديروا قرار على اللي قتل 1,000,000 عراقي، ويديروا قرار على اللي داير 36 شاهد على نفسه، وشهد شاهد من أهلها 36,000 جمجمة. برك يخلصون على 36,000 جمجمة. هذا مجلس الأمن اللي راهو مجلس الهم. إذن لابد من أن الناس قول الحقائق. بعض السفراء راهم يدوروا غير على بعض الجماعة يستدعوا فيهم، يحسبوا هذا هو الشعب الجزائري ولا هذا هي الشعوب. مش هذا هو، ما هوش هذا هو الرأي. شعبنا يرفض الاستعمار، يرفض الاستبداد.
إذن أعود للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة أنا ما نحبش الرد على المعارضة، لأنها معارضة المعارضة، تعرض في نفسها، معارضة تعرض في نفسها، سميها غير تعرض بركة. قال سفيان أنا لا أشارك. مش عارف الجند اللي وراء سفيان وراه، لازم نجيبوا المجهرة ونسلموه للصحافة يبحثون عن مناضلين سفيان. بتعرفوا الاستخفاف بالشعب، كل صح عنده مناضلين وكل صح ينجح وكل صح يقدر يشارك وهو قاطع. قال واحد اخر الدنيا مزورة، مازلنا ما بديناش تزورت. هي المعارضة أنا نقول لهم وكما قلت لهم قبل، هبطوا للشعب الوطني، تعرفوا القيمة نتاعكم، راهو ديروا مناضلين الساعة، خدموا شوية، صفنا شوية كثر، نضروا مش في فندق، نضال مش في تصريح، إذا راهو تلقي مشروع واستجابة من المواطنين. أين هي الاستجابة؟ عندكم كواغط وعندكم أحزاب، وين راهي الاستجابة؟ وش من ولاية عندكم استجابة؟ وش من دشرة؟ حنا وش قلنا؟ عندنا فترة حابين تكون معارضة، ولكن معارضة قوية، ما هوش الوزن الثقيل مع الريش. حابين نروحوا الانتخابات وتكون ديمقراطية، حابين تكون عندنا احزاب وتساهم في تقييم وتهذيب وتصليح لاعوجاج، سواء في الجهاز التنفيذي ولا في الجهاز الإداري ولا في أي جهاز، حتى في العمل السياسي يكون مهذب. لكن لا نقدم شيء ونرفض غير شعار لا، هذه سهلة. الميت ما عنده غير أشهد أن لا إله إلا الله، سهلة هذه. إذا نحن رايحين الانتخابات ونحن على يقين أن جبهة التحرير ستفوز. هذا اليقين لم نأتي به من فراغ. جبهة التحرير عندها القاعدة نتاعها، جبهة التحرير موجودة في كل المداشر والقرى والأمصار، جبهة التحرير حاضنها الشعب، جبهة التحرير موجودة، وما نحبوش يقولوا باللي الجبهة نجحت وحدها، روحوا نجحوا معنا. هيا إذا نحن رايحين الانتخابات. أقول كلمة لأن بعدين عندنا جلسة عمل مع المحافظين. اللي يحب يناضل ماهوش بالاس-ام-اس، مناضلين الاس-ام-اس غير يطبقوا. يبعث اس-ام-اس للامين العام ويحسب روحه مناضل، روح الخلية نتاعك. اللي يحب يناضل ما يجيش يسلم علينا في حيدر، روح للقسم نتاعك سلم على المناضلين اللي تحت. يحب يناضل يروح للمناضلين، واللي يحب يترشح يروح القسمته
أو ما كاين حتى دوسي في حيدرة. نظن راني واضح. عنده شكارة خليها في داره. الجماعة اللي دارت شوية دراهم وحابة تدخل الانتخابات يقولوا لهم ناظروا روحكم شوية، ساعدوا روحكم شوية، ساعدوا روحكم شوية، لأن الشركة هاي ماهيش النظام. دو تيران ديفيرونت. جبهة التحرير لازم شعار المؤتمر يطبق، التشبيب والتجديد. إذن الشباب والمرأة لابد ثم لابد ثم لابد. الناس اللي حاطه رجل منا ورجل منا قولوا لهم ردوا بالكم تقطعوا السروال. الحزب فيه الانضباط، لازم الرجلين يكونوا مع بعض. الانضباط. واللي يستنى في الإعاز يقعد يستنى. حتى نختم نقول باللي نحن فخورين جدا والله العظيم صدقا مش كذبا، صدقا لا نفاقا ولا شيء. نحن فخورين بالصحافة اللي عندنا، هذه صراحة. فخورين لأن الساحة الإعلامية بلكش هي الساحة النشطة مش الساحة السياسية، بلكش هي القاطرة التي تجر في الساحة السياسية. ممكن. إذن العلاقة بين الحزب والصحافة منذ أن بدأنا هي علاقة مهنة، علاقة مصلحة وطنية فقط. وبالتالي حزب يأمل أن يكون باب الصحافة مفتوح أكثر، وهذا ما يلح عليه رئيس الجمهورية. أما اللي يحبوا يدخلوا بين الصحافة والأحزاب وبين الصحافة والرئاسة وبين الصحافة والجيل، هذوما أصحاب مصالح. قلنا لهم باللي اللي يحب يحافظ على مصالحه يقعد عند مصلحته، ما يطولش رجليه بزاف. إذن تهذيب العمل السياسي هو أن السياسي لازم يكون سياسي، ما يكونش حاجة أخرى، والصحفي لازم يكون صحفي، والإداري يكون إداري، والعسكري يكون عسكري، الشرطي يكون شرطي. هذه هي الدولة المدنية التي يصبو إليها فخامة الرئيس، والتي نحن ندافع عنها كي يكون الفصل بين السلطات. اليوم العدالة حرة، وكل الإطارات راح عليهم الخوف، ما عاد حتى واحد يقدروا يتعدوا عليه، ولا يديروا له ديفافورابل، ولا ينحوا من خدمته، ولا يدخلوا الحبس ظلما. راح هذا الزمان. إذن الصحافة حرة، الأحزاب حرة، كل الناس في أمان في هذا البلاد. أملنا أن نتعاون على خدمة هذا البلد، وأن ندعم فخامة الرئيس في برنامجه الذي يصبو إليه، وهو أن تكون النهضة الاقتصادية إن شاء الله السنوات القادمة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.